بص يا صديقة الفورمة، احنا هنتمرن النهاردة شولدر وباك. انا شارح التمرينة. يعني اول واحدة عندنا سنجل رو ويز كيبل. انا كاتب المجموعات والعدات تحت عشان يعني دي تكون شدة متوسطة نقدر من خلالها ان احنا نستفيد منها ايا كان الفتنس ليفل بتاعنا او ايا كان مستوانا عامل ازاي. طبعا ما ننساش نشرب مية وسط التمرين، لان المية من الحاجات اللي بتساعد في ان هي بتقلل لزوجة الدم، فبالتالي بتزود التدفق، والتدفق بيجيب معاه غذاء، فيعني هنلاقي نتائج كويسة جدا. شايف ان تمرين زي الديد ليفت لما دخله اليوم من الباك بيبقى تمرين كويس جدا، خصوصا ان هو بيمرن الجزء السفلي من الجسم مش بس الابر بيشارك ان هو بيبقى ماسك الوزن، بس الجزء السفلي بيشتغل معاه او اللور بادي بيشتغل معاه بشكل كويس. تمرين برضو زي البنت اوفر رو لما بيجي ورا الديد ليفت على طول، يعني بيكمل اللي الديد ليفت عمله، فبنقوم ختمين بقى في الاخر. بص، تكير ان في الباك اكستنشن عايزين الجهاز يكون تحت شويه بحيث ان احنا نشتغل على الجلوتس معانا. وهنا ديت المفروض ان احنا هنا بنعمل ريزز للكتف، بناخدها للزاويه ناحيه اليمين خالص وناحيه الشمال خالص عشان اشغل اللاترال معايا او الكتف الجانبي، وبعد كده بقى بعملها في النص عشان اشارك كل العضلات مع بعض. بوترها في الاول بالعدات اللي انا بعملها وبعد كده اخلص عليها. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا على القناه.